مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري واللي انتهت بفوز النادي الملكي 2-1. فوز كان لازم نادي الزمالك يحققه علشان خاطر يقدر يصحح المسار ويرجع تاني بسرعة. لان انت مريت بفترة نتائج سلبية غير طبيعية، 6 ماتشات ما بين خسارة وتعادل، فللأسف الشديد انت ضعت في الدوري، خرجت من كاس مصر، فانت في تخبطات بشكل مرعب. فكان لازم الفوز ده علشان خاطر تبدأ ترجع تاني، ويا حبذا ان الفوز يكون موجود مع تاني الدوري المصري. فيوتشر فرقة قوية، فرقة مميزة، فرقة قدمت ماتشات محترمة، ده الخسارة الوحيدة ليها في الدوري قدام الزمالك النهاردة. لكن الزمالك على المستوى الفني ما قدمش الأداء اللي يليق بنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك نادي كبير، لما تلعب بالشكل ده فده لا يليق بنادي الزمالك. لكن خلونا نقول هنعتبرها لحظة البداية أو لحظة عودة تاني علشان خاطر نرجع الفوز تاني ونرجع الطريق اللي المفروض نمشي عليه. يا ليالي عودي تاني، يا ليالي عودي تاني بالأمجاد وبطولات فريق الغالي والسهر في الدخلات. في بعض الحاجات محتاجين نتكلم عليها بقى. عندك على سبيل المثال مصطفى شلبي اللي لعب 45 دقيقة، ولما طلع زعلان. انت زعلان ليه؟ يعني انت يا عم مصطفى، انت المباراة الوحيدة اللي لعبت فيها هي المباراة دي. طب ما احنا مستحملينك الماتشات اللي فاتت دي، ومن ضمنها كنت بتعمل غلطات مرعبة. فحاول ان انت ما تتذمرش في البدايه، حاول ان انت تقدم الاداء اللي يخليك تكون موجود في الملعب ال 90 دقيقه. النهارده برضو من ضمن اللعيبه اللي قدمت يعني اداء مش عايز اقول متواضع، محمد عبد الغني. محمد عبد الغني عمل غلطات كتيره جدا النهارده، محتاج ان هو يقف عليها ويشوف ايه مشاكله، ويقف على التفاصيل كمان. يعني انت يا عبد الغني معلش، لما تيجي تبص على الجول الاولاني هو غلط منك بحت، ما ينفعش يطلع منك، لان انت لاعب قديم ولاعب خبره ولاعب بتلعب لنادي كبير واسم كبير زي نادي الزمالك. فما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش واحد يضيع مجهود فرقه. احنا ما صدقنا نرجع تاني وبنقول بنصحح المسار. يعني لولا ان سيف الدين الجزيري سجل هدف تاني كان زماننا ضايعين ونقطه ضايعه مننا، او حتى فيوتشر تقدر تضغط وتسجل هدف الفوز ليها. فما ينفعش، لازم عبد الغني برضو يركز على الحته دي. حد من الناس اللي نزلت وكنت انا مخضوض بصراحه، يعني اول ما نزل كنت خايف، عمر جابر. مش فاهم ليه عمر جابر لغايه النهارده مش قادر اثق فيه. خلاص. لعيب اسما كبير لكن مش قادر اخد الثقه ان هو اول ما ينزل هبقى مطمن ليه. لا انا بخاف، لانه حتى اول كمان لما نزل يعني مشي بالكوره اتكعبل فيها. على الكسفه اللي انت فيها. طب ليه يا عم؟ يعني انت تشوف ايه مشاكلك وحاول تقف عليها برضو. يعني ايه السلبيات اللي انت بتعاني منها داخل الملعب؟ حاول تظبط امورك علشان خاطر ما ينفعش اللي جاي ما بقاش طايق ان انت تخسر او تتحمل نتائج سلبيه زي اللي فاتت دي في شهر يناير. محتاجين ان احنا نعدل ونبص لقدام احسن من كده بشكل يعني الطف شويه. عمرو السيسي يعني قدم مباراه رايح جاي، مش هنقول اللي فيها مشكله. دونجا بسم الله ما شاء الله يعني نوعا ما بدأ يرجع تاني. يعني انا بتكلم على الفنيات البسيطه لكل لاعب، لكن انت على المستوى الفني كمجمل انت ما كنت مش انت، ما كنتش انت في الملعب النهارده خالص بصراحه. يعني زيزو كان تايه في الملعب، مش عارف ليه زيزو كان تايه بصراحه. يعني ما قدمش المستوى اللي يليق بزيزو كصناعه وكتسجيل كخدمه للفريق كبنايه هجمه. ما لا مش هو زيزو، محتاج يرجع تاني ويبدا يصفي ذهنه ويعمل عمليه عصف ذهني علشان خاطر الفتره اللي جايه تستحق ان انت تعمل كده. انت نجم كبير واسم كبير، وحافظ على المكانه دي ليك انت، مش حتى لنادي الزمالك، ده انت ليك انت اولا ثم نادي الزمالك ثانيا. امام عاشور واللي كانت دي المباراه الاخيره ليه قدام فيوتشر، بس في علامات استفهام كتير على خروج امام عاشور او على رحيل امام عاشور الفتره دي. لما تيجي تبص فيريرا لما مشي، طيب ماشي مفيش مشكله، مشي علشان خاطر في نتائج سلبيه مرينا بيها. اسامه نبيه جه، فجاه ظهر موضوع ان امام عاشور ماشي، فجاه طلع تصريح بيقول لك ان مجلس الاداره هيقعد ويعمل اجتماع علشان خاطر يبحثوا في عوده فيريرا تاني. ليه؟ في هنا علامات استفهام. هل ممكن يكون فيريرا من الناس اللي كانت رافضه بيع امام عاشور اصلا، فلما رفض حصل ضغط ومشوه؟ يعني الموضوع بخلاف النتائج السلبيه اللي كانت موجوده. طب ليه يعني انت بعد ما مشيته عايز ترجعه تاني؟ فدي حاجات برضو غريبه خالص. انت ليه تبيع افضل خط وسط عندك دلوقتي؟ انت مش جايب حد، انت ما جبتش صفقات لغايه النهارده، هتمشي الراجل من عندك ليه؟ يعني انا مش فاهم بصراحه الموضوع ده، في حاجات غريبه الواحد ما هوش فاهمها. مين بقى انا سايبه للاخر علشان خاطر اتكلم عليه؟ ده من ضمن اللعيبه اللي كانت ظاهره واضحه قوي في الملعب، محمد عبد الشافي، نجم عالمي يا جماعه. عبد الشافي نجم عالمي، راجل قدم ماتش محترم، مباراه جامده، اداء فني عالي. تقدر تقول مثلا الراجل ده ما كانش بيغلط تماما جوه الملعب، كان الكره لو جت في رجله ما بيسيبهاش، كان بيستموت ويستقتل على الكوره. محمد عبد الشافي النهارده هو اللي يستحق ان هو يكون المان اوف ذا ماتش. قدم مباراه مقارنه بسنه، الراجل ده عالمي. الراجل ده فعلا يعني مثال للاخلاص، مثال للاحترام، مثال للرجوله جوه الملعب. كان جبهه مرعبه هو مصطفى شلبي. يعني لو جيت تبص على الهدفين، تحلل الهدفين اللي دخلوا لصالح نادي الزمالك، الهدفين دول دخلوا عن طريق محمد عبد الشافي ومصطفى شلبي.
انت قدمت الماتش ده عن طريق الجبهه دي. الجبهه دي كانت شغاله، الجبهه التانيه ما كانتش شغاله خالص بصراحه، كانت نايمه خالص، ما كانتش في الفورمه يعني. فهنا نادي الزمالك يعني نقدر نقول الحمد لله، ولكن المستوى يعني مش هو ده المستوى اللي احنا مستنيينه من لعيبه نادي الزمالك، لكن يمكن يكون اللي جاي افضل، ولازم يكون اللي جاي افضل عشان خاطر نصحح المسار. وانت داخل على افريقيا، ما ينفعش الفتره اللي عدت هنقفلها صفحه وانتهت. نادي الزمالك نادي كبير، يستحق ان انت تكسب، ويستحق ان انت تجيب بطوله، ويستحق ان انت تكون دايما متواجد في المنافسه. ما ينفعش تخرج من دايره المنافسه، لان انت نادي الزمالك. فكره خروجك اصلا او التفكير ان انت تكون بره المنافسه ما ينفعش. ما ينفعش تكون مركز ثالث او رابع او خامس. ونامل ان شاء الله ان اللي جاي يكون خير باذن الله على نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك العظيم، اللي كان النهارده عمل لفته محترمه جدا تدرس. ان هم النهارده كانوا قاعدين بيهتفوا، الجماهير بتهتف لجوسفالدو فيريرا. ده الجمهور المحترم العظيم، رغم النتائج السلبيه اللي مر بيها فيريرا، رغم المشاكل ورغم الازمات اللي مرينا بيها في الفتره الاخيره دي، الا ان الجمهور مش ناسي الراجل اللي عمل تاريخ وسطر تاريخ معاه. فدي حاجه برضو تحتسب لجمهور نادي الزمالك العظيم المحترم. فنتمنى من ربنا ان الايام اللي جايه تكون خير باذن الله على نادي الزمالك وعلى جمهور نادي الزمالك العظيم، والايام اللي جايه تكون كلها فوز باذن الله.